الأمور، وما هي المناطق اللي أنت تتوقع من خلال تحليلك ومراقبتك أن تكون المجازر القادمة به بعد مجزرة الحولة؟ أنا بتشكر كثير على هالسؤال، وهذا السؤال يعني أنا كان بدي إياه نعم. صراحة. أثناء اللي سحبوا الحواجز من مدينة حمص، فرغوا مدينة حمص من الحواجز، تم احتفال بمدينة حمص إنه خلاص طلع الجيش. بس ما كان الحماس كثير قلبهم طيب، ما كانوا عرفانين شو في لقدام. نعم. قلنا لهم نحن اجتمعنا نحن بحساب الشباب، قلنا لهم يا شباب هي سحبة الحواجز ما طبيعية، في شيء معناتها. معقول النظام يدشرنا هيك بس سهولة؟ نحن عم نتظاهر طالعين ضد النظام، يعني عم نصيح الله أكبر، في شيء معناتها وراء الموضوع. بعد نهارين ثلاثة كانوا مثبتين الراجمات وقذائف الهاون جاهزة وقواذف الأربجي، وتم قصف حمص بشيء لا يوصف، يعني بأعنف القصف على حمص أثناءها. كان في دبابات؟ كيف كان يعني من أي مصدر تم تراجع الدبابات لخارج حمص. نعم. مشان ما، لأنه بده يصير القصف عشوائي ما في يعني. بعدين هن صارت عرفوا إنه العالم طلعت وكذا وخفت العالم، طالعوا طيران يعطيهم إحداثيات تجمع الناس بهالمنطقة. بس الجيش تبعنا نحن خدمنا بالجيش وبنعرف جيش مسمينه نحن جيش أبو شحاطة. هذا نعرف إنه بدال بيحددوا له الإحداثية هون بيجي بيضرب هون، يعني جنب التجمع. ما عندهم هالخبرة الزيادة يعني. ونحن بنعرف يعني نعرف انه كلياتنا كنا مغشوشين انه الاسرائيل عدو إلنا وكذا. والله العظيم 5 دقائق اسرائيل بتحتل سوريا على هالتصرفات. جيش قائم على الواسطات والمحسوبيات، جيش قائم على الواسطات والرشاوى والكذا. يعني انت بتروح على الجيش خدمه، اذا ما معك مصاري بتتبهدل، واذا معك مصاري بتكيف تعيش ملك، ما بتقعد بتفيش. اغلب الضباط هيك معلمينهم. اثناء اللي هلا انا في شغلي هون، انت بنرجع لسؤالنا. اثناء قصفوا بابا عمرو من جميع الجهات ومدينه حمص، احياء القديمه، المناطق اللي طالعه، القصور، كرم الزيتون، شارع القاهره، البياضه، كذا، النازحين، كلها قصفوها. بس كان الجيش متراجع. مناطق العلويه ما حدا قرب صوبها نهائيا، بس كانوا مسلحينهم وحاطين عندهم قذائف هاون، انه اي اعتداء عليكم بتضربه من عندكم. ولا اجت قذيفه على حي من احياء. يعني هذا تاكيد واضح ودليل واضح على طائفيه النظام بقصف بابا عمرو. نظام عايش على الطائفيه من يومه. بس نحن بحمص، ما الشعب الحمصي قلبه طيب، ما بيعرف لا طائفيه ولا شيء. نحن بحمص لانه في تعدد طائفيات عنا، علوي وشيعي كان هناك تعايش، كان تعايش مع بعضنا، يعني نقعد مع بعض ونروح مع بعض ورفقه، لأن رفقه شيعة وعلوية عملونا أعداء لنا. صحيح. يعني صار إذا يشوفنا واحد علوي مثلا يعتبرنا عدو، فورا يسحب مسدس يقوسنا. يعني هيك بدهم هن الناس تعامل بعضهم. هلا في شغلي بدي أحكي عليها. هناك يعني في شغلة إنه في تخوف لمجزرة هلا بدها تحصل بدرعا داعل أم الشهداء، أم الأبطال. مجزرة حقيقية ستحدث بداعل. شو المؤشرات يعني؟ المؤشرات أول شغلة سحب الآليات العسكرية والحواجز كافة لخارج داعل. وهلا بهالفترة هي إن شاء الله ما تكون مزبوطة. بس هذا النظام عايش على هالشيء هذا. نعم. اللي صار فينا بحمص بده يصير بداعل. يعني داعل بده يصير بابا عمرو رقم 2. بنحذر نحن إلى رجاء للجيش الحر بالتوجه إلى مدينة داعل وحماية الأهالي من القصف، لأنه بده يصير قصف على داعل بأقرب وقت. هاي سحب الحواجز والدبابات معروفة. بس إنه طلعوا فكروا إنه الوضع ما هاي عم تطلع مظاهرة ضخمة بقلب داعل. أي تظاهرة ضخمة. هلا الحولة شفت شو صار فيها. كانت تطلع أكبر مظاهرة بالحولة تقريبا بحمص، يطلعوا 60 70 ألف، 50 60، مثل حماة تقريبا. كمان كانت حماة وصلت ل 750 800 ألف. نعم. ضربوا حماة، ضربوا الحولي. وين في تجمع ناس عم تطلع تظاهر أكثر شيء عم يضربوها. أنا بدي بس يعني أقدم إنه أشكر الجيش الحر وأقول لهم إنه تحرك مباشرة إلى حماية مدينة داعل من القصف. يعني رجاء خاص للجيش الحر. نعم. هلا كل شيء عم يسمعني من الجيش الحر يجهز أموره ويجهز نفسه ويحموا داعل، توجهوا إلى داعل، لأنه بدها تحصل مجزرة فيها، والأيام القريبة يعني ما أنا بعيدة.
نعم. يعني بعد ارتكاب المجازر كيف يكون حال الأهالي، كيف يكون حال السكان؟ ربما نتحدث يعني على الرغم من كل هذه الآلام والجراح والمصائب وربما الشهداء يعني الجرحى والأسرى، لكن لا شك بأن الثورة خلقت يعني روح إيجابية داخل المجتمع السوري، روح التكافل الاجتماعي. كيف تحدثنا عن علاقة السكان، علاقة الجيران مع بعضهم من بعض ومساعدتهم لبعضهم البعض، ويعني كل ما يندرج تحت بند ربما إيجابيات الثورة؟ كيف تحدثنا عن هذه الإيجابيات اللي كانت في داخل باب عمرو وداخل سكان وأحياء وأهالي باب عمرو؟ والله أنا عندي رفقة من درعا، نعم، من جميع المناطق، من حيط ومن داعل ومن الحراق، يعني موجودين هنا. يعني شوف المحبة الألفي اللي خلق رب العالمين بين سبحان الله، يعني بدي أقول بين الشعب السوري كله، بس بين أهل درعا وأهل حمص على هالتوافق وعلى هالمحبة. صحيح. يعني أنا في واحد درعاوي قال لك أخي أنتم ما كنتم ندمانين على طلعتكم بالثورة السورية؟ يعني ما ندمتوا لأنكم فزعتونا فزع من قلنا نصرة. ايه قلت له لا نحن زعلانين منكم. ها قال ليش؟ قلت له زعلانين منكم لأنه تأخرتوا بالطلعة، لازم هاي الطلعة من زمان تطلعوها وتأخرتوا بالطلعة، نحن مشان هيك زعلانين، بس كان لازم هاي الطلعة من زمان تطلع. والله يرحم أبهاتنا اللي خلوا هيك نظام يتحكم فينا لهالعمر هذا. إذا شعور الندم مش موجود أبدا لدى الثوار الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ندم ما في نهائيا، وبالعكس ما في تراجع، ماشيين تراجع ما في. وهلا في بشائر خير إن شاء الله، إن شاء الله بده يسمع الشعب السوري فيها بإذن الله، بإذن الله النصر قريب إن شاء الله. ونحن بنرجع بنقول نحن معنا الله وهن معهم بشار، لنشوف مين بده ينتصر. يعني معادلة واضحة، لكن هي الحكمة ربما الإلهية بالوقت، وقت الانتصار، وقت اكتمال هذا بإذن الله محسوم يا أستاذ، محسومة، بس بدها صبر. هذا رب العالمين عمل لنا امتحان. نعم. عم يمتحن هلا انه نحن بعدنا كثير عن بعضنا وبعدنا عن ربنا كثير، وصارت خفت الصلاة وخفت الكذا. بس هلا بالوقت الحالي نحن حربنا مو مع رئيس وشعبه، حربنا صارت طائفية أستاذ. يعني نحن حربنا هلا بين مجوس وبين السنة. والله العظيم إذا لا سمح الله، هي النصر قريب إن شاء الله، إذا صار شيء بسوريا وانقلبت معادلة أو شيء، أقسم بالله البلدان العربية كلها لتخسر، لأنه هاي معركة إسلام. نعم. إذا ما حد نصرنا وما حد يساعدنا من الدول الإسلامية، الوضع ترى كتير صعب. يعني هلا في عنا نحن بالشام، إذا بتفوت على السد زينب، هلا صار في حراك في السد زينب، الله يجزيه الخير يعطيه العافيه، يعني تحركوا بس متاخرين. جميل. اذا بتفوت على السد زينب كانك فايت على ايران، والله العظيم. الكتابات، مسجد الخميني، مشفى الخميني، والمارين لابسين ايراني رايحين، اصحابين المحلات ايرانيه، ايران والله العظيم قسم من ايران. نعم. اذا ما تحركنا باسرع وقت، هذا الاسلام والسنه حصرا، لانه هن عملوا الطائفيه مو نحن. اذا ما تحركنا يعني الفكره الاساسيه بتحكيها انه الشعب السوري لا يوجد عنده هذه الطائفيه، ولكن لا. هذا النظام خلقها. وبالتالي هل انت متخوف من مستقبل سوريا؟ هل يعني هناك خوف على التعايش، يعني عوده التعايش الديني ما بين جميع ابناء الطوائف، حتى المسيحيين والاكراد، جميع يعني مكونات المجتمع السوري؟ هل هناك خوف على مستقبلهم؟ سوريا ما بعد الاسد، سوريا ما بعد بشار، سوريا ما بعد الاسد هو بس يطلع وكل الأديان وكل الطوائف ترجع محبة مثل الأول. جميل. بس هو اللي زرع الفتنة وزرع الطائفية، وكل الدنيا بتعرف. هسه أنا يعني مستغرب نرجع من عيدها مرة ثانية، معلش، من البشر. يعني في عالم موجودين هون إنه بيقولوا إنه شو في بسوريا؟ لك يا جماعة طيب ما بتشوفوا الإعلام؟ ما بتشوفوا هالتلفزيونات؟ ما بتفرجوا مثلا على تلفزيون الدنيا شلون عم يكذب الإعلام وعم يكذب الناس وعم يجيب لكم شو اسمه، والإذاعة السورية كذلك الأمر؟ نعم. يعني ما بعرف يعني شو هالسؤال اللي عم تسأله البشر لحد الآن. شو عم بقولوا؟ عم بقولوا يجب على الناس تصديق الشعب السوري. لك على شو بدكم تصدقونا؟ لك إذا نحن عم نذبح نحن وأطفالنا، لك هذا اللي عم يطلع إيه، هالأطفال اللي عم تتذبح وهالنساء اللي عم تغتصب، شو بدكم أكثر من هيك؟ يعني أنا ما بعرف الدول العربية ودول الخليج شو هالصمت هذا اللي صامتينه، ما بعرف. صمت عجيب غريب. يعني ما بعرف يعني شو اللي عم يصير بالدنيا، ما بنعرف. بس نحن معنا رب العالمين. نعم. إذا الدنيا كلها ما وقفت معنا، نحن واقف معنا رب العالمين، وبإذن الله النصر قريب.
ونحن هلا استاذ كل الدنيا بتعرف عم نحارب ايران، وعم نحارب العراق، وعم نحارب لبنان، وكلياتهم وبحكي لك حزب بدناش الله. تدخل خارجي، كل هاي